Okay, let's go. طبعا احنا اخر حاجه عملناها كنا عملنا عمليه ابديت للفيرم وير للسوفت وير بتاع الكاميرا، وهي بتعمل ريستارت، عمليه ريبوت، تطفي تشتغل مع نفسها بعد ما بتخلص الابديت. دلوقتي هنفتح الابلكيشن بعد ما خلصت الابديت. هنشوف هنا عندي الكاميرا قدامي، هخش عليها. طبعا في خطوه مهمه جايه معايا وعايز حضراتكم يعني تركزوا معايا فيها. دلوقتي احنا هنعمل عمليه انسيرت او ادخال للكارت جوه الكاميرا، تمام؟ فهنمسك الكاميرا كده. بمجرد ما بنمسك الكاميرا احنا بنحرك الكاميرا كده يعني تحت كده خالص، بنجيب تحت بنلاقي عندنا ان في موجود مكان الميموري كارد، تمام؟ فبنحط الميموري كارد بتاعنا، وبتكون الشفه او النحاس نفسه لفوق الكونكتورز بتاعتها، تمام؟ بندخل الكارت وبندوس عليه، بتعمل معانا زي التك كده، بس كده هي ثبتت في مكانها كده. الكارت اصبح محطوط جوه الكاميرا، تمام؟ بعد ما خلصنا الخطوه دي بنخش هنا على علامه الترس، تمام؟ عايزين نعمل، احنا هنبتدي نعمل على الكارت، هنعمل فورمات للكارت، تمام؟ في حاجه مهمه في بعض الموديلات في ازفيز هضطر ان انا اعمل عمليه ريبوت، افصلها عن الكهرباء واشغلها تاني لما ابقى احط الميموري كارد، يعني ما بيتقريش معايا على طول. دي حاجه عاديه ما فيهاش اي حاجه. فبعد بمجرد ما بحط الكارت وعملت ريستارت للكاميرا، فصلتها عن الكهرباء وشغلتها، ببص الاقي قدامي ان هو قرا الكارت هنا، فبيقول لي هارد ديسك اور اس دي كارد اناليزد بليز اناليز ات بيفور ريكوردنج، يعني فرمته او ايه هيئه قبل ما نشتغل. فبديله اناليز، بيفتح قدامي كده اهو. قدامي انا حاطط مثلا كارت 64 مقريه معايا اهي 58. اناليز بقول له اناليز هنا كده اهو، بيعمل عمليه الفورمات اهو، فورماتنج ستورج ميديا، تمام؟ بيفرمت هو كده الكارت معايا، تمام؟ بمجرد هو كده بيفرمت في الخلفيه عادي، انا ممكن اطلع تاني عادي. هو بمجرد ما بيفرمت اوتوماتيك بيبتدي يحط داتا او يحط فيديوهات فعلا على الكارت عندي، تمام؟ هاجي اخش كده نمشي خطوه خطوه لحد ما الكارت يتفرمت، ابتدي اوضح لحضراتكم ايه اللي ممكن نستخدمه في الكاميرا. فبخش هنا على علامه الترس اللي فوق دي عندي، وبمشي خطوه خطوه. عندي حاجه اسمها الانتليجنت ديتكشن، ودي نازله في كل الموديلات الجديده من ازفيز، تمام؟ في عندي الهيومن شيب، في عندي الابنورمال ساوند، في عندي الايمج تشينج ديتكشن. طيب ايه معناها الهيومن شيب ديتكشن؟ ان هو لو حس باشخاص، تمام، بيبتدي يعمل لي، يديني نوتيفيكيشن او اشعار ان هو حس باشخاص، او يدي انذار على حسب ما انا ايه ما هعمل السيت اب بتاعي بالنسبه للكاميرا، تمام؟ هي تحت هنا جايب لي ان هيومن شيب ديتكشن ان سيرفيس. الابنورمال ساوند سينسنج دي حاجه لذيذه جدا نازله من ازفيس في الفتره الاخيره في الاصدارات الجديده بتاعتها، ان لو عندي صوت غير طبيعي او فوق الطبيعي، يعني لو صراخ اطفال، صوت خبط جامد، الكلام ده كله بيديني اشعار. في الموديلات القديمه زمان ما كانش الموضوع ده موجود، فممكن اديها ابلاي. الايمج تشينج ديتكشن بمعناها ان انا لو حطيتها في مكان والصوره محتواها اتغير، يعني فرضنا ما عنديش حركه بس عندي الصوره مره واحده مثلا في حاجه اتشالت من المكان، الكلام ده كله هيديني برده اشعار. يعني لو حاجه اختفت مره واحده، الاضاءه اتغيرت بشكل عنيف، هيديني بيها اشعار، تمام؟ فبديله كده ابلاي. ده بالنسبه للموشن ديتكشن. برجع بعد كده بخش بعد كده على المسج نوتيفيكيشن. استاذن حضراتكم دي هنشرحها في الاخر، بس نمشي في الحاجات البسيطه. الاوديو سيتنج اللي هو الاعداد بتاع الصوت، تمام؟ ده ان انا ممكن اشغله، ممكن افصله من عندي من بره او من هنا، تمام؟ ادي اوديو هي كده متاكتفه معايا فعاله، بس انا عامل كتم بره، يعني الصوت شغال بس انا عامل كتم بره، تمام؟ الحته اللذيذه هنا عندي الاوديو نوتيفيكيشنز. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على الاوديو نوتيفيكيشن او الاشارات الصوتيه دي اللي في المكان اللي موجود نفسه. فهندي بسرعه كده مثال بسيط. كان عندي 3 حالات اللي هي الموت والانتنسيف والسوفت. دلوقتي اصبح عندي حاجه اسمها كاستم ساوند، يعني انا ممكن اضيف الصوت اللي انا عايزه على الكاميرا تديك اشعار للي موجود عند الكاميرا. فمثلا انا الانتنسيف ده لو هاجي كده، دي السرينه بتاعتها. في عندي السوفت دي بتبقى يا دوب بيب حاجه كده صغيره، ما فيهاش اكتر من كده، تمام؟ هرجعها مود تاني لحد ما نكمل الشرح. ده من ضمن الامكانيات انا حابب اسردها لحضراتكم عشان تبقى واضحه معانا. الايمج سيتنج هنا ده الوضع بتاع الصوره. الدي دبليو ار دي خاصه، اللي هي بتديني الجوده اللي ليها علاقه مثلا باضاءه الشمس، ليها علاقه بالاضاءه بالباك لايت، لو في اضاءات خلفيه عندي بالنسبه في المشهد بتاعي. فانا لو شغلتها، لو في مكان الاضاءه بتاعتي مش منسقه او في شمس بتروح وتيجي كتير، هفعل الدي دبليو دي ار وهتبقى معايا كويسه.
في بعد كده نوع للصوره الاوريجينال، السوفت، الفيف دي السوفت اضاءه ناعمه، الفيف دي اضاءه هاديه نحسها كده. تمام، فده اللي بيظهر معايا هنا عندي. بعد كده بالنسبه للداي والنايت سويتش، الداي والنايت سويتش دي ليها علاقه بالليد اللي موجود عندي في الكاميرا في الموديل ده. تمام، وكل الموديلات المشابهه، ان هي امتى تشتغل، انت عايزها هل تشغل اللمبه وتشوف اليوم كله الوان، ولا عايز تشتغل بالانفراريد وتشوف بالليل عندك ابيض واسود وبالنهار تشوفها الوان. ده في الاوتو هيخليها ريكومندد، هي كده كده هتنقل من بالليل الى اخره، من بين الليل والنهار. لكن انا لو مش عايز اللمبه بتاعتها تنور، باجي هنا كده وبقول له enforcing day mode، سوري enforcing night mode، اسف. الانفورسنج نايت مود معناها ان هي كده خلاص، هي كده شغاله ليلي معايا على طول، الاضاءه بتاعتها شغاله على طول. طب انفورسنج داي مود معناها كده ان الاي ار بتاعتي مش هتشتغل، يبقى بالليل هتديني ابيض واسود مش هتديني الوان. ده الفكره بتاعت الليد. طبعا الاودو ريكومندد ده حلو، اللي هو في الدنيا اول ما تعتم او الاضاءه تبقى قليله لوحدها تحس ان هي مش هتقدر تديني الوان، هتروح منوره لنفسها بحيث تديني صوره الوان طول اليوم. تمام. الحته الثانيه اللي فيها نفس الخاصيه اللي هي البلاك اند وايت نايت فيجن، دي موجوده تحت عندي هنا. سمارت نايت فيجن دي افضل طبعا عشان تديني الوان طول اليوم، بلاك اند وايت برضو هتعمل نفس القصه وهتديني ابيض واسود بالليل. تمام. وتوقيت الاضاءه في النوتيفيكيشن بالوقت اللي انا عايزه. الاو اس تي دي معناها اللي هي تظهر لي التاريخ، البيانات بتاعه الكاميرا عليها. يعني انا ان كانت تظهر عندي يبقى انا هبص الاقيها ان هي في الفيديوهات اللي انا واخدها من على الكاميرا هلاقي الاو اس دي ظاهر عندي، اللي هو البيانات بتاعه الكاميرا، اليوم، التاريخ، الساعه او الى اخره. اللوجو ووتر مارك اللي هو الشعار بتاع اسفيز، اللي انا لما مجرد ما ادوس هنا فوق حضراتكم لو ركزتوا هنا كده هبص الاقي ان اللوجو اختفى هنا كده فوق اهو، اللوجو ظهر تاني باللون الابيض. هنا بقى احنا وصلنا للفليب ايمج، دي اللي كنا اتكلمنا عليها مرتين امبارح. الفليب ايمج بصوا حضراتكم، انا مجرد ما لمست قال لي فليب، اتعكست. بيخلي الصوره بدل ما انا كده فوق تحت وتحت فوق، ده اختصار الكلام، بحيث لو انا عايز اثبتها كده يبقى انا ثبتت الكاميرا كده عندي. تمام، ابص الاقي ان هي ايه كده الصوره معدوله. طب ابص كده، يعني انا كده اهو باين مع حضراتكم، لو دوست فليبت اتقلبت، يبقى انا بقلب الكاميرا بتتقلب معايا. فده فكره الفليب ايمج اللي هي عكس الصوره، بحيث كنت انا هثبتها بوضع افقي او بوضع راسي. تمام. هي كده نعدلها تاني. اوكي. بالنسبه للانتي فليكر، الانتي فليكر هنا ده حاجه لذيذه جدا هم منزلينها جميله، ليها علاقه بالاضواء الزياده، لو انا في قاعه لو الى اخره. فمثلا انا عندي هنا اضاءه فوقيه كده، عايز انا اوري حضراتكم بعينيكم هتشوفوا ايه الفرق ما بين الانتي فليكر وغيره. انا هنا بلاقي ان الاضاءه مأثره عليا، فانا مش ظاهر بشكل واضح. تمام، فبمجرد ما بفعل الانتي فليكر معايا ببص الاضاءه زادت بس انا وضحت. فهي دي الانتي فليكر دي مضاد للوميض. تمام، بتوضح الشكل اللي معاها. بس طبعا كل حاجه بتبقى ليها استخداماتها، انا مش مضطر ان انا استخدم الانتي فليكر، مش مضطر ان الغيها، الحاجه هي اللي بتحكمني ان كان في اضاءه مباشره ليا مش مباشره. كل ده حضرتك اثناء الاستخدام انا بوضح لحضرتك، وحضرتك اثناء الاستخدام نفسه بتعرف ايه اللي انت هتحتاجه. تمام. نرجع خطوه ورا نشوف باقي الاعدادات مع بعض. هلاقي عندي اللايت سيتنج. اللايت سيتنج دول خاصين بحاجتين مهمين جدا انا هوريهم لحضراتكم. انا عندي هنا ظاهر قدامي على الشاشه الكاميرا ستاتس لايت والاي ار لايت. الكاميرا ستاتس لايت هنا معناها ان انا قدامي هنا كده اللمبه الزرقاء بتاعه البيان بتاعه الكاميرا. تمام، فده البيان بتاع الكاميرا. تمام، ان هي شغاله. لو هي تديني احمر يبقى في الحاله دي ان هي مش عامله كونكتنج. تمام. الاي ار اللي تحتها دي اللي هي الاضاءه الحمراء اللي بتشتغل معايا، اللي هي الانفراريد اللي بتشتغل معايا في الليلي، فمش هتفرق معايا، خليها شغاله كده كده. انا عندي الليد بيشتغل معايا وبينور بيديني كلر في طول اليوم. تمام. نخش بعد كده على البي تي زد سيتنج. وصلنا للبي تي زد سيتنج. عندي هنا الهيومن تراكنج. الهيومن تراكنج دي معناها ان انا لما بفعلها حركه اي شخص قدامي الكاميرا بتمشي وراه. تمام، فبمجرد ما افعل الهيومن تراكنج كده مثلا وبرجع خطوه ورا لحد ما اشوف، بلاحظ ان انا عندي على الشاشه ظهرت علامه زرقاء من فوق زي علامه مؤشر كده. تمام، ان هي في تراكنج شغال. تمام، انا بمجرد ما اتحرك كده هي ابتدت فعلا تمشي معايا. طبعا حضراتكم فهمتوا كده التراكنج. طبعا لما بتكون راكبه في مكان اوسع بيبقى ايه التراكنج شغال معايا افضل. طيب هرجع هنا كده تاني، هلغي التراكنج. تمام، واخش على بي تي زد. الباترولينج او الاوتوماتيك باترولينج دي خاصيه جديده هم منزلينها. لو انا بمجرد ما بخش افعلها دي ان هي بتعمل برفورم، بتاخد كده بتقسم نفسها نقط وبتتحرك في كل نقطه لمده 10 ثواني. فانا مجرد ما افعلها بتشتغل في الاول ارياز. لو انا عايز هي هبص الاقي ان الكاميرا ابتدت تلف لوحدها. تمام، اخش هنا كده في البلان انا ممكن احدد هل انا عايزها كل المكان
تعمل لي باترول في كل المكان، ولا انا احدد نقط او الى اخره. تمام، ايه هي اللي تعمل لي كده، او البلان بتاعتي تمشي ازاي. تمام، على حسب المنطقه اللي انا فيها ولا انا عايزها. والباترول تايم، هل انا عايزها كل الوقت ولا انا عايز اعمل لها سكاجوال، مثلا منطقه اي سي دي، او تشتغل مثلا معايا في كل ايام الاسبوع من الساعه كذا للساعه كذا تعمل لي الموضوع ده. تمام، فبرجع كده. ده بالنسبه للباترولنج، هي خاصيه جميله، بس طبعا كل حاجه خلينا متفقين ان انا ممكن ما استخدمش كل الخواص والامكانيات اللي عندي في الكاميرا، انا مش محتاجها، فمش لازم اشغل كل حاجه اللي عندي. لو المساحه عندي كامله ملوش لازمه الهيومن تراكنج، لو المساحه عندي برده كامله ملوش لازمه عندي الاوتوماتيك باترولنج ده. تمام، نرجع خطوه هنا كده. ده بالنسبه للاوتوماتيك باترولنج. بعد كده هاجي للبي تي زد بوزيشن سيلبريشن. ده معناها ان انا لو عايز اثبت خلاص كده، ثبت لي المكان ده بالنسبه لي في البي تي زد. هي دي النقطه بتاعتي، ان هي لما تلف ترجع في النهايه على النقطه دي. تمام، طبعا بتكون على الصوره اللي انا بكون شايفها من بره. تمام، البي تي زد بريس، لو انا عايز اعمل بريست معينه، يعني عايز احدد لها مكان، او احدد لها اللي هو ان هي بعد 30 ثانيه ترجع للمكان اللي انا عايزه، انا ممكن احدد المكان براحتي. تمام، ممكن احدد الست براحتي، مثلا اقول لها لا انت انا عايزك مثلا هنا كده، تيجي لي كده هنا اهو. تمام، مثلا ده البي تي زد بتاعك، اقول لها سيف. يبقى هي مثلا عملت هيومن تراكنج، اتحركت من مكانها لسبب ما، هترجع على نفس المنطقه دي في النهايه بعد بحد اقصى 30 ثانيه. تمام، وبرجع سيف هنا كده. وممكن اجي في النهايه برضو انا عن نفسي مش عايزها، فهاجي كده هنا واقول له ايه، بعد اذن سعادتك انا مش عايزها. تمام، الديفولت بريست وخلاص وسيف، وبرجع كده اهو. تمام، الريكورد ليست. الريكورد ليست ده هنا بيقول لي في طريقتين عندي للتسجيل. وطبعا بالنسبه للكاميرات الواي فاي او للكاميرات اللي بتشتغل بكروت، انا بنصح حضراتكم دايما ان انا ما اخليش التسجيل ستاندرد اول داي، ما اسجلش طول اليوم، لا، انا اسجل اللي هي الايفنت ريكوردنج اللي هي متعلم عليها فعلا. لان مساحه الكارت صغيره، فانا لو سجلت طول اليوم يبقى الكارت ده هياخد معايا يومين ثلاثه، اقول له خلاص انا مش عايزك كده، او نبتدي نمسح، لا انا احتجت ارجع لحاجه قديمه مش هلاقيها. تمام، فال 24 اور ريكوردنج مالهاش اي استخدام معايا بالنسبه خصوصا في الميموري كاردز. ده وضع تاني غير وضع الكاميرات اللي هي بتبقى بدي في ار او ان في ار واجهزه وهارد ديسكس بداخلها الى اخره. تمام، مديني هو بيان من تحت بيقول لي ان ستورج ميديوم ان يوز، وان هو مستخدم معايا، ده معناه ان الكارت شغال معايا طبيعي ومفيش اي مشكله. تمام، البرايفسي سيتنج. البرايفسي سيتنج ده بالنسبه، كنت قلت لحضراتكم في الاول خالص ان انا عندي انكريبشن كود اللي هو الست ارقام الموجودين لو انا عايز اغيرهم. لو انا لغيت الفيديو انكريبشن معناها ان انا لما بحب اعمل شير للكاميرا الكود ده مش هيطلب مني. تمام، لكن انا لو خليته زي ما هو يبقى، وده امان زياده، خلي كده الفيديو متشفر، بحيث لو انا بعت الكاميرا لحد او حد دخل شاف الكاميرا عندي ما يقدرش ياخدها بسهوله. هي كده كده موجوده على الاكونت، هو فعلا مش هيقدر ياخدها، لكن لو عملت له شير خلاص خد البيانات بتاعت الكاميرا، خد شير مني الكاميرا، لكن مش هيقدر يخش عليها من غير طريق الانكريبشن كود. تشينج انكريبشن باسورد، ده انا لو دوست عليها بقول له اديت هنا كده، هيطلب مني الاولد باسورد اللي هو الست حروف كابيتال اللي موجودين في ارضيه الكاميرا في الليبل بتاع الكاميرا من تحت، هدخل النيو باسورد، ادخل النيو باسورد مرتين هيشتغل معايا. تمام، سليب مود دي حاجه لذيذه جدا انا بحبها. دايما بتعرض السؤال ده بيقول لي طب انا لو فرضت ان انا عايز الغي الكاميرا، او عايز ان انا اطفيها ما اشغلهاش، بس انا حاططها فوق في العالي هطلع انزل لها، ولا انا حاططها في فيشه هخلع الفيشه كل شويه وانساها، ايه الحل؟ الحل بيكون معايا هنا كده في سليب مود. سليب مود ان انا بمجرد كده، انا عايز حضراتكم تركزوا الستاندرد بتاع الكاميرا هنا عندي في الوش، فانا لما اديها سليب مود كده بقول لها نامي بقى. تمام، هبص الاقي كده الكاميرا هتلف ظهرها كده، لو تخيلت المنظر هي وش الكاميرا ليا، فلو هي راكبه فوق هي هتلف وهتطفي مع نفسها، يبقى انا ممكن اطفي الكاميرا واخليها مش مفعله معايا او مش اكتف معايا نشطه، وهي في مكانها من غير ما اخلع الكهرباء من غير ما افصل الانترنت، وتفضل كده. عايز الغي سليب مود اقول لها اصحي يا كاميرا، باجي ادوس كده دايس على الكاميرا وبعمل سليب مود. سليب بلان دي طبعا من الخواص الجديده اللي هم منزلينها في الكاميرات الاصدارات الجديده كلها، بما فيها تي واي 1 برو، ان انا ممكن اعمل زي خطه للكاميرا تنام امتى وتصحى امتى او تشتغل معايا امتى. تمام، احط هنا سكاجوال الجدول بتاعي واحدده في اليوم ومن كام لكام والى اخره. تمام، ده بالنسبه للسليب مود. بالنسبه للنتورك دي اللي هي الشبكه بتاعت الواي فاي اللي شغاله عندي عليها الكاميرا. تمام، بخش بيقول لي اهي الشبكه موجوده معايا والدنيا تمام، سيرشنج فور ذا سيتنج، بيقول لي الشبكه. لو انا عايز اختار شبكه ثانيه ممكن اختار شبكه ثانيه وهدخل ليها الباسورد تشتغل معايا،
وده بيكون افضل. يعني انا في ناس دايما بتغلط ويقول لك انا غيرت الباسورد بتاع الكاميرا ونضطر نعمل ريست. لا، هنا انا عندي امكانيه ان انا اغير الباسورد من جوه الكاميرا الاول، بحيث لما اغير الباسورد بره الكاميرا على الراوتر بتاعي تمام، ابص الاقي ان هي عملت كونكشن على طول، عملت كونكتنج على طول على الكاميرا على الراوتر واشتغلت معايا طبيعي. تمام كده وصلنا لحد الشير ديفايس. تمام، الشير ديفايس ده لو انا عايز ابعت لحد زي ما احنا قلنا حضراتكم عملنا اكونت، كل المطلوب من حد تمام يعمل هو الميل. تمام، بمجرد ما بيعمل ميل او رقم التليفون، لانك ممكن تضيف رقم التليفون على الميل بتاعك. تمام، وكل مطلوب من حضرتك بتكتب الميل بتاعه وبتقول له كونتينيو، هيظهر معاك الشخص نفسه وتروح مشير له الكاميرا، والموضوع ده بسيط جدا. تمام، يعني ده بالنسبه للشير ديفايس. المور اللي عندي هنا كده كلينت مانجمنت. ما انصحش اي حد مش فني ان هو يشتغل في يلعب في الكلينت مانجمنت او يخش يغير في اعداداتها، لان دي ليها علاقه بالاسفس كونكت وكومبليتلي مود. كل الكلام ده له علاقه بالتشير، له علاقه بالربط على حاجات ثانيه. لو انا هربط على ان في ار او دي في ار، طبعا حضرتك مثبت كاميرا واحده بس او كاميرتين او ثلاثه على الابلكيشن، مش عامل سيستم او حاجه ثانيه ليها علاقه باجهزه وباسلاك. تمام، فملهاش اي استخدام مع حضرتك خالص. تمام، وده الاسبس كلاود فري تيريال زي ما احنا قلنا. وعندنا تحت اخر حاجه بالاحمر الريستارت ديفايس والديليت ديفايس. لو انا عملت ريستارت ديفايس هتشتغل، هتطفي مع نفسها وهتشتغل. ولو انا عملت ديليت ديفايس هبص الاقي ان الديفايس ده او الكاميرا دي اتحذفت نهائيا من على الحساب بتاعي واصبحت غير موجوده بالمره. في الحاله دي اي حد موجود في نفس المكان يقدر يمسك الكاميرا ويضيفها على الحساب بتاعه. تمام، لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والشبكات والبرمجه والاي اي. اشوفكم في فيديو جديد. راوترايز.